السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وقبل ما نبدأ الفيديو ندعي لاخواتنا ان ربنا يصبرهم ويرحم شهدائهم ويشفي جرحاهم، انه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم امين. النهارده يوم من اجمل الايام. ليه وعلشان ايه؟ علشان زعيم القارة هيلعب النهارده النادي الاهلي في طريقه للقب ال 12 في دوري ابطال افريقيا ان شاء الله. مين فيكم يا اهلاوي عرف ينام امبارح؟ ومين فيكو ما رسمش سيناريو وهو مستلقي كده وبيتكلم مع نفسه؟ انا عارف ان جماهير النادي الاهلي كلها ما نامتش، ودي طبيعة جمهور النادي الاهلي قبل كل مباراة مهمة. بس ان شاء الله واثقين من لعيبتنا وجهازنا الفني انهم يفرحونا النهارده، وبرضه مش هننام النهارده بس من الفرحة. كلها ساعات قليلة ويبدأ التوتر لجميع جماهير الاهلي، والتوتر ده لمدة 90 دقيقة لحد ما نشوف الشناوي بيرفع الكاس باذن الله. مطلوب التركيز من اللاعيبه خلال 90 دقيقه، ومطلوب الاجتهاد، وان مفيش لاعب يبخل بمجهوده خلال المباراه، ونعمل اللي علينا ونلعب كورتنا، والتوفيق هيكون حليفنا باذن الله. وخليكم فاكرين انا قلت لكم قفشه دوره مهم في المباراه دي، وانا براهن على محمد مجدي قفشه في اللقاءات اللي زي دي، وعارف انه مش هيخذلني، وقلت الكلام ده في كذا فيديو ان قفشه رجل المباريات الحاسمه. وان شاء الله اي 11 لاعب من الاهلي هيلعب هيكون ليه دور مهم جدا، والاهلي بمن حضر زي ما تعودنا وزي ما عودنا. كان في كلام ان محمد هاني اتصاب وممكن ما يشاركش، لكن محمد هاني كويس جدا وفي اتم الاستعداد للمباراه، وهيبدا في التشكيل الاساسي باذن الله. وتوقعت معاكم ان كولر ممكن يبدا بكوكا بديل لعلي معلول، واتمنى ان ده يحصل، لكن واضح ان كولر مصمم على كريم فؤاد يلعب ظهير ايسر زي ما لعب في مباراه الذهاب، وهيكون البديل لعلي معلول. انما دي وجهة نظره، وهو عنده الرؤية الفنية اكتر مننا، وزي ما قلت اي 11 لاعب هيكون قدها ان شاء الله. من امبارح وكل الناس بتتكلم عن القائد محمد الشناوي، انما على قد ما جمهور الاهلي مبسوط من كلامه في المؤتمر الصحفي، الا انه اصبح منبوذ من البعض كاعلاميين ومسؤولين. لكن الراجل اتكلم بصراحة ان الصحافة المصرية بتعمل مشاكل، قال رأيه بمنتهى الصراحة، وانا بحييه على جرأته. وبرضه هو قائد الفريق داخل الملعب وخارج الملعب. الكل يدعي ربنا ان الليلة تكون اهلاوية خالصة، وان البطولة تكون في الجزيرة وتروح جنب اخواتها ال11، ويا رب التحكيم بس يكون بخير وما نتظلمش على ارضنا. ودي نقطة قلقاني جدا اكتر من قلقي ان يكون الفريق مش بحالته، لان الاهلي برضه لو مش بحالته بيعرف يكسب بس من غير ظلم تحكيمي. وكل يقول ال 12 يا اهلي. وما تنساش بقى تدعي لاخواتنا ان ربنا يصبرهم ويرحم شهدائهم ويشفي جرحاهم، انه ولي ذلك والقدر عليه، اللهم امين. واتمنى يا صديقي تعمل لايك وتفعل زر الجرس وتشترك في القناه ليصلك كل جديد، والسلام عليكم.